في إطار تعزيز المهارات العملية لمتدربي شعبة الفندق والحلويات، نظم مركز الحسنية ومركز الفرصة الثانية الجيل الجديد بمقر المركز بثانوية ابن رشد يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 الامتحانات النهائية التطبيقية للموسم التكويني. وقد نظم الحفل من أجل تعزيز المهارات العملية لمتدربي شعبة الفندق والحلويات، وهو حفل تذوق فريد من نوعه. هذا الحفل يمثل فرصة للمتدربين لاختبار مهارتهم في تحضير وتقديم الأطباق الفندقية والحلويات. من خلاله قدم المستفيدون والمستفيدات عروضا عملية ومبتكرة للطبخ والحلويات. تم تقييم أداء كل مستفيد ومستفيدة من قبل لجنة تحكيم متخصصة تألفت من مدربين محترفين وخبراء في المجال، بالإضافة إلى حضور مندوب التعاون الوطني بالإقليم وممثل المديرية الإقليمية للتربية والتعليم. جد سعيد باش نشارك جمعية نساء وحقوق هذا النهائي ديال الدورة التكوينية وكذلك الموسم التكويني في إطار الامتحانات التطبيقية التي تجرى بطبيعة الحال في شراكة مع مركز الحسنية وكذلك جمعية نساء وحقوق وكذلك مركز الخاص بالمستفيدين من الجمعية في الفرصة الثانية. هي فرصة أولا للوقوف على إنجازات هذه الجمعية في مجال إدماج هذه الأطفال وكذلك هاد اليافعين والشباب في مجال تكوين 3 تكوينات أساسية، التكوينات الخاصة بالحلاقة وكذلك التكوينات الخاصة اليوم بالطبخ والحلويات. هي فرصة أيضا للقاء بمختلف الشركاء الإقليميين من وزارة التعليم، أيضا مندوبية الخاصة بمحو الأمية وأيضا بعض الشركاء المتخصصين في المجال. هي فرصة لتبادل بطبيعة الحال الخبرات وكذلك الوقوف على المهارات التي طورتها هذه الفئة في إطار إدماجها داخل سوق الشغل. إذن الشكر موصول لكل من يشارك ويساهم في إنجاح هذه المبادرات التكوينية، وكذلك تبقى فرصة أساسية لتقييم التكوين عن طريق مجموعة من الامتحانات، خاصة الامتحانات الكتابية النظرية وأيضا الامتحانات التطبيقية، ولقد شاركتم معنا ورأيتم. اليوم كنرحب بالضيوف كاملين اللي جاوا عندنا شرفونا، وهذا التخرج ديال هاد الوليدات فرحني بزاف، وكنشكر جميع المناديب اللي جاوا اللي عاونونا، المندوب ديال التربيه الوطنيه ولا المندوب ديال التعاون الوطني ولا الحضور الكريم. كنشكركم بزاف، كنشكر الصحافه وكنشكر جميع الاطر اللي معايا، وشكرا. باسمي وباسم جميع الزملاء ديالي كنبغي نتقدم بجزيل الشكر للمؤسسه الحسنيه والسيده المديره بديعه واللي شاف ديالنا شاف يوسف وشاف منى على الدعم ديالهم طيله هذه السنه وعلى التجارب ديالهم اللي شاركوا معنا في هذا الميدان اللي ماشي سهل وماشي صعيب. واليوم حنايا الحمد لله اصبحنا جاهزين بيد عامله قابله لسوق الشغل، وشكرا. توجه بجزيل الشكر للسيده رئيسه جمعيه الحقوق والنساء على انخراط ديالها المتواصل في تاهيل الشباب والتلاميذ وإعادتهم إلى المسار الصحيح وإعادة إدماجهم. مجهودات جبارة تبذلها هذه الجمعية في إطار التعاون ما بين وزارة التربية الوطنية والفرصة الثانية الجيل الجديد. السيد المدير الإقليمي دائما في اتصال مباشر بتعاون في إطار اتفاقية الشراكة مع هذه الجمعية من أجل إعادة إدماج التلاميذ الذين انقطعوا أو المنفصلين والغير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية. بالنسبة اليوم كان عندنا حفل في مركز بن رشد. بالنسبة استفدنا بزاف د الحوايج، غادي ندخلوا لسوق الشغل وحنا متدربين على بزاف د الحوايج، واستفدنا بزاف بالنسبة خدينا الثالثة إعدادي ديالنا وبزاف د الحوايج. ونشكر هاد الناس اللي علموني الحرفة في يديا، وكنبغي تعلمت بزاف د الحوايج في هاد الباتيسري، تعلمت بزاف، وكنبغي نشكر شكرا بزاف على الناس كلهم، وكنشكر الرئيسه بديعه، كنشكرها بزاف بزاف، هي اللي دخلتني النهار الاول، هي اللي دخلتني وهي اللي باش خلاتني ندخل. اليوم كنعيشوا على ايقاع اختتام الموسم الدراسي وكذلك المهني لخريجين مركز بن رشد وكذلك مركز الحسنيه. الحفل كان متميز،
قدموا المستفيدين اطباق سواء على مستوى صنف ديال الطبخ وكذلك بالنسبه للحلويات. الاحتفال كان في جو عائلي اخوي، وبهذه المناسبة كنتمنوا لجميع الخريجين مسيرة مهنية متفوقة. وحنا دائما أنا بحكم كاستشاري نفسي كتكون مرافقة وتتبع لهذ المستفيدين ما بعد التخرج، كذلك في إطار المصاحبة وكذلك في إطار الدعم النفسي. وكذلك الشكر لجميع المتدخلين والفاعلين والشركاء اللي كانوا سند لجمعية نساء وحقوق من أجل نجاح هذا الموسم الدراسي. وشكرا. يعتبر حفل التذوق لمتدربي شعبة الفندقة والحلويات يمثل تجربة تعليمية فريدة وممتعة. هذا الحفل يعزز المهارات العملية للمتدربين ويفتح لهم آفاقا جديدة في مجال الفندقة والحلويات والولوج إلى سوق الشغل بشكل احترافي.